امال ناكل ايه طيب؟ خلي معاك اساسي في وجبه الغداء، الفطار، العشاء، طبق سلطه اخضر كبير. الفطار بقى عندك جبنه قريش، بيض مسلوق، فول بزيت زيتون، بطاطس مهروسه، تونه، زبادي، شوفان، بليله بسكر دايت او عسل نحل. عندك خيارات كتير، اهم حاجه الكميات تبقى قليله مش كتيره حسب سعرك الحراري. نيجي للغدا بقى اللي هي اكبر وجبه المفروض بتاكلها في يومك، الرز الابيض. والله الرز ما بيتخنش يا جماعه، الشعريه بالسمنه هي اللي بتطخن، فكل رز ابيض مسلوق اللي هي بالطريقه الصينيه. وطبعا الفراخ واللحمه والسمك تاكلهم يا مسلوقين يا مشويين يا صينيه. والعشاء زي الفطار. طبعا من الحاجات المهمه جدا اللي بتساعدك في انك تنزل في الوزن هو الصيام المتقطع. خلي ما بين اخر وجبه واول وجبه من 12 ل 16 ساعه، وبعد كده ما بين كل وجبه من 6 ل 8 ساعات. وطبعا معاك الشاي، معاك القهوه، معاك النسكافيه البلاك، وممكن نسكافيه بلبن عادي، الشاي الاخضر، اليانسون، النعناع، الجنزبيل. كل الحاجات دي بسكر دايت بترفع معاك الحرق تمام. وعاوز انبه على حاجه يا جماعه، اي حد عنده سكر او فرط في الانسولين ما ينفعش يدخل اي نظام غذائي الا